الساعة بالعشرة المفروض الفاتحة تعزل. انت شبعان نوم يا مالك، ما تقول هذول هلكانين من الصبح واقفين على عراجيبهم. على سبيل المثال بالنسبة للفواتح، يعني الأمر يخص الفاتح أمورنا، يعني مو هذا الفاتحة، مو المقصود هذا الفاتحة، المقصود عامة هذا الفاتحة خلصت. بس الجايات أول السلبيات هذه هو أنه أبا الفاتحة يمسون عنده لا يقل عن 600 واحد، 600 واحد، خاصة النساء. يعني على سبيل المثال حسب ما قالوا لي المعازيم البارحة وأول البارحة اندارن 10 صياني للزلم للمعازيم، و110 صينية، 110 صينية للنسوان. وهذه جريمة، هذه جريمة. انت تريد تعزي اخوك، انت يا حرمة تريد تعزين اختك، لا تعشين يمها. انتوا كارشة عيلتك وجهالك وجاية، لو تعشيت يمها ليش؟ تعالي عود عليهم تعللي وظل ال 12. اما عرب كاملة كلها كارشة عوائلها وجاية، 110 صينية، اذا كل صينية عليها 3 يعني شقد 330 نفر، هذول الممسين من غير الجهال. وهذا كلها تريد لحم، مو بخلا، لكنه الوضع الآن أصبح يتطلب أمور ذوقية وأخلاقية. الكيلو مال اللحم ب20، إن جبت الصينية وعليها الحمى وحدة أو نص دجاجة أو كذا يطلعون صفرة أبا الفاتحة، ينسفون دجاجته على راسه. هذا الأمر ما يصير، عيب هذه، عيب هذه، يعني هذا مو ذوق ولا أخلاق. هذه أبا العزاء الحرمة أم المصيبة تمسي يمها أمها وأختها، أمها وأختها. العرب الباقية تعشى مالها وتجي تعلل عود وتعزي. هذا مو تعزية، هذا انتقام يسمونه. هذه مهمتنا احنا الأساسية، مهمتنا احنا أن كل واحد يقول لعائلته، يقول لهم ممسى بالفاتحة ماتوا، انت يا حرمة انت وجهالك اقعدي تعشي، تريد تروحين تعزين روحي ورا العشاء، لا تحضرين وجبة. لأنه الوجبة قامت الفاتحة بنتخلص حقيقة. يعني الدين على الفاتحة 15-20 مليون، زين؟ يعني فوق هذا أبو مصيبته 15-20 مليون منين يجيبها؟ لحم يحط بحلوق يعني عربنا اخوتنا نريد نقول. شلون يصير هذا الحكي؟ هذا ما يصير. تبلغ كل واحد يبلغ عائلته، والنسوان راح يسمعن ايضا بهذا الموضوع. عيب عليهن وعيب علينا انه نخلى بعد عوائلنا من المتكلم. انا اول واحد نخلى عائلتنا تروح يم عمامهم، صح يم عمامهم، لكنه ما تنسين انت تعشين يم اهلك وتروحين تعزين. هذا جانب ارجو ان يؤخذ بنظر الاعتبار. انا ما اقدر افرضه، يعني ما شلت فيها وانا افرضه، لكنه خلي يكون يعني عندنا شويه احساس وذوق بهذه المساله. شلون 110 صينيه بالوجبه؟ شنو الحكي هذا؟ من الجاي من بعيد يعني من خارج المنطقه، والحرمه الجايه من بعيد من خارج المنطقه، على الراس وعلى العين، حياهم الله، يقعدون ويتعشون ياكلون وجبتهم ويمشون. لكنه انا حكي على هذا 110 صينيه، هذا المن ما حكى من سيرنا من بعيد. هذه وحده. المساله الثانيه اللي اريد انبه عليها وارجو يعني اتمنى انه كل السنجق يسمع بها. ابو الفاتحه من الصبح واجب، قعد شويه جو قام، قام. يعني هذا لو تقول الواحد انا اسعى اريد امر ابني واقول له اقعد قوم، اقعد قوم من الصبح الى 11 بالليل، ما يقول لي انت قاعد تنتقم مني لو تعذبني، لو جاي تواسيني انت.
ما يصير انت تكرخ نوم يما هلك، شبعان نوم يما هلك، وتجيني بال11 بالليل. بال11 بالليل تريد عاد شاي وتريد قهوه وتريد مجامله. شنو الذوق هذا؟ الساعه بال10 المفروض الفاتحه تعزل. انت شبعان نوم يما هلك، ما تقول هذول هلكانين من الصبح واقفين على عراجيبهم. هذا من الامور حلهن يم المجتمع والجهاء المنطقه، الخطباء، الائمه، هذا واجبهم ان يقولون ترى هذا الامر ما يصير هالشكل، عيب. ورا ال10 بالليل لا تجي على فاتحه انت. ما تستحي تجاني بال11 ما تقول ابو الفاتحه انتهى هذا خبزه صار. جاني بال11 تريد قهوه وشاي عاد وتريد تعليله. ثم المجتمع صار الموجود هنا ما ظلت تعزيه نادره بس بالاسم، صارت مركز اجتماعات وغيبه ونميمه واثم. كلها جايه هنا قرص غيبه نميمه اثم. هذا مو تعزيه هذا. فارجو ان هذا المسالتين، مساله النساء ومساله هنا من يعني بال10 اعزل القاعه ما استقبل لو يجي ما ادري منه، ما استقبله. اقول له انت شبعان نوم يما هلك، يعني مثل ما يقولون العرب اربع على نفسك، يعني انتبه على روحك. هذا مو ذوق ولا اخلاق، ما استقبلك هذا. بس نوبات انا اتحرج من هذا المساله، لان خاف ابن عمي يقول ليش تطرد رود خطاري او ايش دخلك بهذا. لكن لو الفاتحه تكون لي فلا استقبل واحد ولا 10. اقول له يلا شنو انت قاعد فارجو انه هذا الامر اتمنى من نوى انه هذا الامر يسرع على كل المنطقه، مو بس الخضرشها. النساء ومساله ورا ال10 ما يصير استقبال لحد او عيب احد يجي ورا ال10، يسلم لمن ابو الفاتحه منه. والسلام عليكم.